بسم الله الرحمن الرحيم. بكره الزمالك وسيراميكا، الاهلي والمصري وبيراميدز وسموحه. الماتش اللي يبدو اسهل فيهم هو بيراميدز وسموحه، والحقيقه الماتش ده كان هيبقى سهل جدا بالنسبه لبيراميدز لو في حكم اجانب، لكن مصطفى ناجي حكم. يعني على فكره الحكام المصريين كلهم بيعرفوا يحكموا كويس، بس في النهايه احيانا بيبقى في توجيهات، مش احيانا، في كثير من الاحيان خصوصا مع الفرق الكبيره، فانت ما تضمنش هل هو واخد توجيهات ان هو يوقع بيراميدز ولا لا، ما تضمنش للاسف. يعني مصطفى ناجي هو اللي حكم ماتش الاهلي وسموحه بعد الهجوم على وفا في ماتش سيراميكا والاهلي، ومصطفى وفا لغى، حكم برضه الاهلي وانبي، ولغى جون لكهربا في ماتش انبي، وحسب ضربه جزاء لحسين الشحات ما تحسبش، وما حسبش ضربه جزاء لكهربا برضه، ما مش منطق ان هو ما يحسبهاش. فمصطفى ناجي حكم يعني عليه كلام كتير جدا حقيقه، وفي ماتشات كتير جدا هو واضح ان هو يعني بيعرف يوجه الدنيا. امين عمر حاكم ماتش الاهلي ومصر، وانا لسه افهم هو ليه امين عمر هو الحكم الوحيد اللي الاهلي ما بيعترضش عليه. طبعا انتوا بتسمعوا لكم يجي شهرين هو ليه امين عمر ما يحكمش الزمالك، هو ليه امين عمر ما بيحكمش الزمالك. طب هو السؤال المختلف شويه، هو ليه امين عمر الحكم الوحيد اللي لما يجي الاهلي ما بيعترضش عليه، ما بيزعلش منه، ما بيقولش لا ده ما يجيش؟ ليه؟ اشمعنى؟ علشان هو اهلاوي، فعلشان كده عايزين يحكم ماتشات بيراميدز والزمالك. من الاخر لما بيحكم ماتشات الاهلي بيفيد الاهلي، لو حكم ماتشات للزمالك هيضر الزمالك، لو حكم ماتشات لبيراميدز هيضر بيراميدز. عشان كده يقول لك ايه، هو ليه امين عمر ما يحكمش الزمالك؟ طب هو ليه حضرتك؟ ده انت سميت غازيه بتوع السوشيال ميديا بتوع الاهلي بتوع الاعلام، وفيه اي حكم ما ساعدكش في ماتش انت كنت متعادل فيه ومش عارف تفوز شتمته الا امين عمر، لانك انت عارف انه بيعمل اللي عليه وزياده، عداه العيب وازح، وعشان كده انت عايزه يحكم لمنافسيك عشان زي ما بيساعدك يوقعهم، فيبقى المساعده ايه؟ دبل، يبقى يساعدك انت في ماتشاتك ويوقعهم هم في ماتشاتهم. حاجه دوري ممتاز جميل، كره في مصر جميله. كلام كتير بقى على اصل محمد ابو العينين ايه ده تذاكر للزمالك. والله واحد صاحبه بيكلمه رجل اعمال زيه، قال له ما تدينا التذاكر، قال له خد، بيجامله. هو كده ما عندوش جماهير، وهو مش بيعملها حبا في الزمالك، هو معروف هو بيحب مين. ده بيطلع في التلفزيون يقول لك يا رب الاهلي ياخد الدوري يعني راجل ما شاء الله يعني. ومعروف ان هو المكان اللي الاهلي بيعير فيه بالست سبع لعيبه على غير اللوائح، بعقود ثلاثيه على ان بيع وشراء، بس هي مش بيع وشراء، يعني راجل يعني بيقدم خدمات جليله للاهلي طول الوقت، يعني طول السيزون. واحد صاحبه رجل اعمال زيه قصده في كام تذكره، قال له خد يا عم التذاكر، هنعمل بقى ايه كده؟ ما لناش جماهير. وبعدين طبعا الاعلام والسوشيال ميديا بتاع الاهلي مش عارفين يهاجموا ابو العينين، لان ابو العينين خيروا عليهم، فمش هينفع نهاجمه. بعدين يقول لك ما يصحش والزمالك كده تكافؤ الفرص. يا راجل تكافؤ فرص؟ انت بتتكلم في تكافؤ فرص؟ انت بتتكلم في تكافؤ فرص؟ انت خليت في فرص عشان يبقى في تكافؤ؟ ده انت ما شاء الله واخد كل الفرص يا جدعان، عيب بقى عيب. لكن الحقيقه انا بشوف انه الزمالك في ماتش الزمالك وسيراميكا ماتش لعيبه هي اللي لازم تقول كلمتها، لو عندها كلام تقوله يعني، لو ما عندهاش خلاص. الزمالك الحقيقه اذا فاز الموسم ده يكشف كتير من العوار اللي موجود في الكره المصريه، يكشف كتير من العوار اللي موجود في الكره المصريه. يا جماعه انتوا لو ركزتوا مع ماتشات بيراميدز بعيدا عن الاهلي والزمالك هتكتشفوا انه التحكيم في مصر والمنظومه الرياضيه في مصر مش فاسده، دي ريحتها يعني طافحه مجاري. بيراميدز النادي اللي بيتضرب ضرب ليل ونهار لانه ملوش جماهير ولانه عنده ملاءه ماليه يقدر ينافس، فبيتضرب ضرب من التحكيم في الماتشات عشان تقع منه نقاط على مدار الموسم، على فكره مش في اخر ماتش ولا اخر ماتش، على مدار الموسم بشكل غير عادي. مفيش عداله، الكره المصريه ما فيهاش عداله، ما فيهاش منافسه شريفه. وبالتالي لما انت بتلاقي نادي ايا كان اسمه على فكره، زمالك او اسماعيلي او اتحاد او اي نادي في مصر بياخد بطوله من بق الاسود، الحقيقه يعني الضمير الانساني عندهم بعافيه. انا كنت قبل كده قلت في الصيانه ده غالبا مش موجود ولا في الصيانه ولا في اي حته، فالواحد بيحس انه اخيرا ممكن يشوف انه البني ادم الطبيعي
اللي ما عندوش حد يزق فيه ليل ونهار ويخليه يحصد نجاح زائف ينفع ينجح من غير كل الفساد اللي حواليه. دي قيمه ان لما بتشوف نادي او تشوف فريق ما فيش حد بيساعده، وبالعكس الناس بتحاول تشتغل ضده عشان توقعه، لما ينجح الواحد بيفرح، الواحد بيقول طب اهو ما هو ملوش حد، ما عندوش واسطه من الاخر، ملوش حد، ما فيش حد بيساعده وبينجح، بيدي الواحد امل. لكن لما بتشوف هو الفساد والظلم والفجر هو بس اللي بينجح، انت بتفقد الامل وتحس بالياس. لعيبه الزمالك لازم يقولوا كلمتهم ويقولوا ان المليارات اللي بتصرف والدعايه السوداء اللي على مدار السنه والدعايه الهوجاء والبغبغه واعلام القطيع اللي شغال في النهايه فشل ان هو ياخد بطوله ضعيفه بكل القوه والسلطه والجبروت اللي معاهم. فشل انه ياخد بطوله ضعيفه ليه؟ لان في جمهور عنده امل في الحياه بيشجع فريق تعبان، لا معاه فلوس ولا معاه لعيبه ولا معاه اداره ولا معاه حاجه، معاهش غير ربنا وجمهوره. نتمنى انه الحقيقه يبقى في امل في الحياه، ونتمنى ان لعيبه الزمالك تفهم المفاهيم دي وتشتغل عليها وتنجح. اتمنى فوز الزمالك، وما اتمناش على فكره خساره حد، بس اتمنى فوز الزمالك واتمنى نجاحه الموسم ده عشان يدينا كلنا امل انه من غير فساد ومن غير محسوبيه ومن غير قوه راس المال الغاشمه واللي مش مستحقه، ده ملعب وبيهدر يمين وشمال بعبث ومن غير جوده. لا، اهلي السنه ما يستحق الشيء، لا يستحق شيء على الاطلاق. فاتمنى ان الزمالك ياخد الدوري، واتمنى ان الزمالك يفوز بمباراه سيراميكا ويعمل ماتش كويس، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. شكرا جدا لكم.